يا اهلا وسهلا يا جماعه في فيديو مختلف شويه عن الفيديوهات الطبيعيه اللي انا بعملها. انا بقول الجمله دي في كل مره بعمل فيها فيديو انبوكسنج. النهارده معايا موبايل هنعمل له انبوكسنج من سود الكوم، مش هم اللي باعتينه اللي شاريه. بغض النظر عن اللوجو الغريب بتاعهم ده. ماشي يا جماعه، خلي الموبايل مفاجاه. انتوا اكيد عرفتوا اسم الموبايل من العنوان طبعا، بس يعني للي ما قراش العنوان وسوبر فان خليه يعرفوا دايركت من الفيديو. فتحنا كيس سود الكوم، مفيش حاجه جوه الكيس تاني. شركة الشحن ارامكس. حد يا جماعة تاني بيحب الأصوات دي؟ المفروض أجيب سكينة. بغض النظر، الموبايل اللي معانا النهاردة الشاومي مي 5. اوكي، نحب نشكر الاوركسترا شغاله تحت عشان هي فعلا حاجه من اهم الحاجات اللي بتحصل في اليوم عامه. بما اني مش لاقي سكينه او قطر، فلقيت المسطره الحديد بتاعت تانية اعدادي دي هتأدي الغرض. طيب يا جماعه ناخد دور سريع حوالين العلبه الاول. شكل الموبايل امور. لوجو مي او شاومي مي 5. مفيش حاجه من الجناب. لوجو مي، مفيش حاجه قوي. ورا في السيريال نمبر، امبورتر نيم، وحاجات تقريبا حاجات ما فيهاش اي حاجه يعني مهمه. بيقول لك ان ده ال 3000 ملي امبير اور، شاشه فول اتش دي 5.15 انشز. سناب دراجون 820 دي الحاجه المميزه في الموبايل ده تقريبا، هو ده السيلينج بوينت، هو دي الحاجه اللي تخليك تشتري الموبايل ده. لو سناب دراجون 820 في تقريبا رينج سعر 5000 وربع او 5000 ونص. فدلوقتي في ظل ارتفاع الاسعار الغريب اللي احنا فيه، ده يعتبر كويس جدا انت تلاقي بروسيسور ده بالسعر ده. يعني الموضوع عمله صعب كده. ماشي يا جماعه، عقبال ما اللعبه تفتح كده احب اعرف رايكم في الاضاءه الجديده اللي ورايا دي. يا شكل موبايل حلو. ايه رايكم في الاضاءه؟ انا غيرت فيها شويه، حطيت ال LEDs بدل ما هي موجوده تحت كده حطيتها فوق الشاشات، فعامله اضاءه لفوق شكلها لطيف. ماشي نطلع الموبايل. واو. اول ملاحظه ان الادجز بتاعت الموبايل رفيعه فحت، تقريبا مفيش ادجز خالص خالص يعني. دي حاجه شكلها كديزاين شكلها تحفه يعني. المهم نركن الموبايل على جنب ثانيه ونشوف ايه تاني فيه جوه العلبه. اول حاجه ايه ده؟ هو دي ايه ده؟ دي دي اتخلعت من ظهر الموبايل. اوكي نقدر نقول كانت الحمايه بتاعت ظهر الموبايل. المهم ملهاش لازمه، كده كده كانت تتشال. طلع الشيء ده Certificate of Guarantee 1 year warranty. اوكي ضمان سنه. كتالوج ستارت جايد، محدش بيستخدم الحاجات دي في العالم اصلا. اوكي عندنا هنا ده سلك اليو اس بي سي. الموبايل ده لو كنتوش تعرفوا في يو اس بي سي مش اليو اس بي الطبيعي، فالمفروض ان هو ده كداتا ترانسفيرز يكون اسرع، وكموبايل عامه في الاستخدام هيكون اسرع يعني. اوكي التشارجر بتاعه ميد ان تشاينا. بتاع الاوتبوت 5 فولت 2000 ملي امبير، 5 فولت 2 امبير. مفيش حاجه تانية بتيجي جوه العلبه. اوكي هنرجع الحاجات دي كلها ونركز اكتر على الموبايل. في نقطه صغيره يا جماعه، الموبايل مش بيجي معاه سماعات. انا لسه ملاحظ الموضوع دلوقتي، بس يعني قشطه كده كده محدش بيستخدم سماعات الموبايلات. حد تاني بيحب الصوت ده يا جماعه؟ معلش بحبه جدا. سلام. ماشي نجرب نفتح الموبايل كده لاول مره ونشوف هيفتح في قد ايه. ما تقوليش ان هو فاصل شحن من اول ما جه. دي تبقى شركه رخمه فحت. طب ايه، هجيب الباور بانك واجي لحظه واحده. جبنا الباور بانك. نحب نشكر شركه فيو على الباور بانك. الباور بانك ده مش يو اس بي سي. في حل الشيء ده.
بيشحن اهو. فتح لوحده. ريتشارجنج 9%. 9% كويس اوي. خلينا نفتحه وهو بيشحن برضه عشان نخسر حاجه. فتح اخيرا. هو انا يا جماعه اوتو فوكس ولا ايه النظام؟ انا وشي كده شارب وباين الادجز بتاعت وشي حلوه ولا ايه؟ اصل انا كل شويه اقرب بعد كده اكتشف ان انا كده هبقى اوتو فوكس فارجع تاني، فمش عارف بقى. يا معلش يا جماعه، انتوا الصوره اللي كانت وحشه غلطتكم. اوكي الموبايل فتح. مي يو اي 8 اليو اي بتاع شاومي. نحب نشكر الاوركسترا شغاله تحت. الاوركسترا دي مش ببلاش يعني، احنا دافعين للعربيات تحت عشان تعمل لنا جو كده واحنا بنصور. الحاجات دي مهمه برضه يا جماعه، يعني لازم تقدروا الكونتنت. مش كل حد بيعمل كونتنت بيطلع بسهوله يعني. طيب عمال يا جماعه ماي سيت اب. هقول لكم انطباعات سريعه كده عن الموبايل. الظهر تحسه ازاز على بلاستيك، هو ازاز. ملمسه تحس فينجر برينتس، هتعلم فيه شويه بس يعني لطيف. على اليمين في زرار باور، زرار الفوليوم. فوق في الاي ار بلاستر شكله كده. الهيدفون جاك اللي احنا هنشتاق ليه قريبا في بقيه الموبايلات. على الشمال في السيم انجكشن تول، السيم انجكشن مكان السيم. من تحت في الله اعلم اذا كان ده سماعتين ولا سماعه ومايك، بس انا اعتقد يعني من الريفيوز اللي شفتها اللي هو سماعه ومايك، عشان حتى هنا في 4 خروم فاتحين ودول خرم واحد بس. هتشوفوا اكتر على الكلام عن الموضوع ده في الريفيو يعني. جوجل كيبورد، سويفت كيبورد مين يا بابا؟ سويفت كيبورد مين؟ نكونكت الواي فاي بتاع بيتنا لو انت تشيك. الشاشه كامبريشن اولي كده شكلها جامد فحت، الشاشه عجباني جدا. ماشي يا جماعه، ده كان انبوكسنج للشاومي مي 5. اي هوب ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه لو عايزين تشتروا الشاومي مي 5 هتلاقوا لينكات شراء الموبايل في وصف الفيديو، وترقبوا ريفيو هتنزل نقول مثلا في خلال اسبوعين 3 اسابيع من النهارده. هيكون في ريفيو تفصيليه للموبايل ده نزلت، فاتاكدوا انكم تشتركوا في القناه عن طريق الدوريه دي عشان ما تفوتوش الريفيو دي، وهتكون ريفيو كويسه ومفيده ان شاء الله. شكرا شفت الفيديو، دوس لايك، سبسكرايب زي ما قلت لكم. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.